احنا خلاص كلنا متفقين ان المشكله الرئيسيه عند المدرب، بس في لعيبه انا بحاول انتقي الالفاظ اللي انا اوصفها بيها، بس دول لعيبه مايعه، لعيبه طريه، لعيبه رجليها ما تشيلهاش في الماتشات دي. نضرب امثله بناصر ماهر وادم كايد، وبالاخص ناصر ماهر، لان انا هنا اقدر الوم ناصر ماهر لان هو لعيب عنده المهاره ولعيب يقدر يصنع لك الفارق، ولكنه لعيب مزاجي ما يقدرش يشيل مسؤوليه، لعيب بيفضل نفسه على الفريق. ناصر ماهر عنده مشكله ان الايجو عنده عالي قوي. يا حبيبي انت مش ميسي، في النهايه انت لاعب عندك مهاره، المهاره دي لما توظفتش لصالح الفرقه انت هتظهر ولا شيء، زي ما ظهرت قدام الاهلي. بتضيع انفراد تام بالمرمى، معظم الكرات بتطلع منك بشكل غلط، بيتضغط عليك وبتتقطع منك الكره بكل سهوله لانك فاقد التركيز، عايز تبين نفسك انك الافضل والاحسن، ودي مش حقيقه. بيبقى عندك مواقف انك تقدر تخدم الفريق وتعمل باص يخرجنا من الموقف الدفاعي للهجومي، ولكن برضه بتفضل الفرديه على الجماعيه. علشان كده زي ما احنا لومنا المدرب لوم كبير، برضه في لعيبه ما تستحقش ان هي تتواجد في التشكيله اساسا.